مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي فيف تي في الكرام. نعلم جيدا أحبائي الأفاضل أن أهم أسباب انهيار السلم الأهلي وزعزعة استقرار المجتمعات والدول تكمن في تفشي حالة الفساد العام، وتبدأ من الهرم الأعلى لتتغلغل كالفيروس في كافة مفاصل الحياة وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لتقتل وتهلك وتهدم كل أركان ومقومات الحياة الحرة الكريمة في الوطن ولدى المواطن الذي يكون هو بالنهاية الضحية الكبرى. وذلك هو حال بلدنا سوريا، وليس من اليوم فقط، وإنما منذ أكثر من نصف قرن، وتحديدا بعد وحدتها مع مصر عبد الناصر، وثم بانقلاب البعثيين وسيادة الفكر العنصري الشوفيني، لتتحول إلى مزرعة عائلية خاصة بالحقبة الأسدية، الأب والابن، حيث أصبح الإجرام والإرهاب المنظم الأداة الوحيدة والعنوان الأبرز لنمط الحياة في سوريا. وتكرست بشكل خاص بعد الثورة السورية التي سرعان ما تحولت لحلبة مصارعة دولية بتخطيط الزعيم أو الولد المعتوه بشار الأسد، وبمباركة من أيتامه أبناء غالبية المعارضات المنظمة التي نهلت من مدرسته كل مناهج وسبل القمع والتبعية والارتزاق ودمار البلد لأجل مبدأ الأنا وما بعدي الطوفان، وبدعم وتواطؤ إقليمي ودولي كامل. ذلك باختصار شديد بعض جوانب المأساة أو الكارثة السورية، وسنناقشها هذه الليلة مع ضيفينا الكريمين، الكاتب والسياسي الأستاذ غسان المفلح، وهو كاتب ومعارض سياسي سوري معروف من مواليد حوران.
كتب في العديد من الصحف العربية كالحياة اللندنية والقدس العربي وغيرها، وهو أيضا معتقل سياسي لمدة 12 عام في سجون الأسد بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي السوري، وقضى معظم حياته في دمشق. أهلا وسهلا بك أستاذ غسان، أهلا فيك. كما نرحب بالكاتب والسياسي الكردي الأستاذ علي شمدين، وهو من مواليد قامشلو عام 1958، خريج كلية الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 80، وعضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي التقدمي في سوريا في شفاروه وممثله بإقليم كردستان العراق، وهو أيضا كاتب وعضو عامل في نقابة صحفي كردستان العراق، وله 14 عمل بين التأليف والترجمة، منها كتاب الإعلام والرأي العام الكردي في سوريا، وكتاب الحركة الكردية في سوريا، وظاهرة الانشقاقات. أستاذ علي شمدين، نورتنا وأهلا وسهلا بك. أستاذ غسان، أنت سجين سابق وذقت كل آهات آلامه، واليوم بلدنا كله أصبح سجنا كبيرا، وغالبية سجانيه غرباء ومحتلين، ولكل منهم أداته لإركاع الوطن والمواطن، ونجحوا بامتياز في إركاع النظام والمعارضات لإرادتهم وبمختلف المبادئ والأدوات الإرهابية التي دمرت البشر والحجر في البلد. هل توافقني الرأي؟ وإلى متى ذلك الحال أستاذ غسان؟ يعني أول شيء مساء الخير لضيوفك وللسادة المشاهدين. يعني المعادلة على قدر ما هي واضحة على قدر ما هي معقدة بنفس الوقت، يعني بمعنى أنه الأطراف اللي دخلت على البلد حقيقة، يعني بغض النظر عن ما حدث لاحقا بعد السنوات الأولى، هي دخلت لتحتل الثورة، يعني لتحتل الشعب السوري، والخطوة اللي فاجأ فيها الجميع، يعني فاجأ فيها المعارضة، فاجأ فيها النظام، فاجأ فيها الدول الكبرى، فاجأ فيها دول إقليمية. فهذه المفاجأة يعني خربطت كثير من الحسابات، وبالتالي كان لازم هاي الخطوة كان لازم تنوئد، يعني كان لازم تنوئد بمهدى. فيعني ما خلوا وسيلة، بدءا من استخدام كل أنواع الجهاديين من أوروبا، من العراق، من أفغانستان، يعني ما خلوا. إضافة إلى ذلك، نعم، من روسيا كمان، وأيضا يعني من روسيا والشيشان، يعني إضافة إلى ذلك هنالك نقطة جوهرية حقيقة، يعني كوني أتحدث عبر قناة كردية، إن احنا يعني كمان قناة تي في تبع الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد أستاذ. نعم تماما. ف كمان صار في عندنا مشكلة إضافية انضافت لكل هاي العوامل، هي جعل الوضع التركي وضع داخلي سوري. هذه مسألة حقيقة كمان لعبت دور، يعني في يعني كانت كما يقال يعني جزء من الذي حدث في سوريا من أجل وأد هذه الثورة، من أجل وأد هذه الخطوة التي قام بها الشعب السوري. وكلنا يعلم، ومن يعرف النظام السوري يعرف أن الذي كان يخرج في التظاهرة كان هو بالنسبة له مشروع شهيد. وبالتالي هاي المفاجأة لا تخضع لمعايير ومقاييس عرفناها سابقا، وبالتالي نحكم من خلالها على من خرج في الثورة، سواء في درعا أو في قامشلي أو في عمودة أو في عين العرب أو في حلب أو في كوباني أستاذ غسان، وليس عين العرب. طيب كوباني أنا ما عندي مشكلة. كوباني تمام. أو في كوباني أو يعني أيا يكن المدينة السورية التي خرجت فيها
التظاهرات، وبالتالي كان اي واحد من هؤلاء الذين خرجوا كان يعني يشعر انه هو مشروع شهيد. وبالتالي المعارضه الكلاسيكيه بشقيها العربي والكردي كانت خارج المعادله في البدايه. يعني لحظه المفاجاه، لحظه انطلاق الثوره كانت خارج المعادله، وارتبكت هي المعارضه، ارتبكت كيف تتعامل مع الثوره. يعني على سبيل المثال يعني الاخوان المسلمين فور اكزامبل، يعني بعد اكثر من شهر حتى حددوا موقف من الثوره، وكذلك قسم من الاحزاب الكرديه. وبالتالي يعني ما حدث هو فعلا لاحتلال الثوره، لانه بالاساس البلد يعني لماذا احتلوها بعد الثوره؟ يعني لماذا جاءت الاحتلالات بعد الثوره؟ لو كانوا يريدون احتلال سوريا كانوا احتلوها قبل الثوره. هذه القوى الدوليه. نحن الان يعني نواجه حاله، عفوا بجوز طولت شوي، بس نحن نواجه حاله فريده. في سوريا الان اكبر جيشين في العالم واكبر جيشين في الاقليم، روسيا، الجيش الروسي، الجيش الامريكي، الجيش التركي، الجيش الايراني. اكبر جيشين في الاقليم واكبر جيشين في العالم متواجدين في روسيا، غير القواعد البريطانيه والفرنسيه ويعني غيرها من التواجدات العسكريه الاخرى في اطار التحالف الدولي لمحاربه داعش. وبالتالي هذا وضع فريد من نوعه، يعني لم تواجهه دوله من الدول، ولا حتى في ليبيا. يعني حتى في ليبيا لم يواجه الشعب الليبي ما تم في سوريا. وبالتالي نحن اذا لم نرى هذا السياق لا نستطيع، يعني ليس كل معارض هو عميل لتركيا او هو مرتزق، وليس كل مناضل كردي يدعو الى حقوق الكرد في سوريا هو انفصالي او هو تابع لتركيا او تابع ل يعني اي جهه كانت. ما هيك الامور. في شيء بالاخير يعني لازم نحن نتعامل مع بديهه كثير بسيطه. انطلقت الثوره اوكي، فيما بعد بصير الموضوع ميزان قوى، ما عادوا موضوع خطابات، ولا عادوا موضوع عفوا انه هذا المعارض اخلاقي ولا ما هو اخلاقي، هذا المعارض تابع للجهه الفلانيه ولا مو تابع. في ميزان قوى على الارض، في قوه ناريه فظيعه تعرضت للثوره السوريه. قوه ناريه استاذ وسام، في المعارضه الاطر المنظمه هي من خضعت، لم نقل المعارضين، انما قلت الاطر المنظمه كالائتلاف، كهيئه التنسيق، كغيرها. طيب يعني بس شو اسمه ملاحظه بما يخص يعني الائتلاف اتى نتيجه وليس سببا. يعني نحن مشكلتنا يعني كما قلت انه نحن منحاكم الناس ومنحاكم الظواهر وفق يعني خلينا اقول مصلحتنا، مو وفق ما هي موجوده بالواقع. ما حدث بعد عام بعد رفع الرايه السوداء في تموز 2012، ما حدث منذ تلك اللحظه هو نتائج السياسه الدوليه بشكل عام. هذا لا يعفي اطلاقا من اتى من المعارضه بعد ذلك من مسؤوليات ومن تقصير ومن فساد سياسي وخلافه ومن تبعيه للدول وكل هذا. يعني عندما تصل يعني احيانا كما قلت انا من فتره على احد المنابر انه يعني ما اجتمعت معارضه الا كان في بغض النظر عن هي المعارضه كرديه، عربيه، اشوريه، ايا يكن، بيكون في بالفندق الثاني يعني سفراء وضباط استخبارات من 20 30 دوله. في بؤره تم يعني وعد الثوره السوريه بقرار. ما هي القصه انه والله يعني لو جبت انا مثلا جبت معارضه ستاندال
يعني اللي الناس تحكي عليها انه هذا الرجل نزيه اخلاقيا ونزيه سياسيا وعلماني ويساري، كل الصفات اللي انت بتحبها حطها فيه، ومع حقوق الاقليات، ومع حقوق الناس، ومع حق تقرير المصير، كل الصفات المثاليه حطها فيه. بتحطه بميزان قوى امام روسيا وايران والاحتلالات اللي اجت لاحقا في امريكا تركيا، ما عادوا حكي سياسي، هذا حكي عدم المؤاخذه، هذا حكي شلف. الثوره احتلت البلد لانهم يريدون احتلال الثوره. هاي مساله دول. هلا كيف المعارضه السوريه تعاطت مع الموضوع؟ تعاطت باداء سيء وسيء جدا، لكن هذا الاداء السيء تكرس كنتائج لسياسات الدول. هذه سياسة. وممكن نحكي كثير تفاصيل عن هذا الموضوع، بس بدي اخلي دور للشباب. سنحكي بالتفاصيل لماذا احتلت الثورة، الغاية، من احتلت الثورة، يعني سنحكي عليها بعد أن نعود إلى الأستاذ علي شمدين. أستاذ علي شمدين، أولا هل لك إضافة أو تعقيب على كلام الأستاذ غسان؟ وثانيا كيف دخلت وقيمت الحركة الكردية السورية الثورة والأزمة التي تحولت إلى أزمة فيما بعد؟ كيف قيمت، كيف دخلت وكيف قيمت؟ يا ريت. تفضل أستاذ زاهد. مساء الخير لك وللأستاذ غسان، وكل عام وشعبنا الكردي بخير، والشعوب الحرة كلها بخير. وتحية لأرواح شهداء سوريا الذين تجاوزوا 1,000,000، وشهداء القامشلي الذين راحوا ضحية الأحداث التي بدأت من ملعب القامشلي 2004. تحية لأرواح. الانتفاضة أستاذ علي، الانتفاضة وليست الأحداث. أخي أنت حر، شو ما تقول، يعني أنت مو مصحح لغوي. لا أعرف ماذا أقول، أعرف كيف قالوا الثورة والآن ينقلبون عليها، مو بالشعارات. لنعود إلى الموضوع. يعني الأستاذ غسان احترامي لرأيه ركز بما فيه الكفاية على النصف الفارغ من الكأس، وهذا من حقه، وحقيقة هناك نصف من الكأس فارغ وخاوي أيضا. أنا أحاول أنه أركز على النصف الملآن. يعني النصف الملآن هو ما يزيد عن 1,000,000 شهيد، وما يزيد عن نصف سكان سوريا أصبحوا لاجئين ومتشردين وإلى آخره، وجائعين. وأتحدث عن المعارضات التي، يعني أنا ما أقول يعني كل الذنب للعامل الخارجي. العامل الخارجي الإقليمي مثل ما تفضل الأستاذ غسان، والدولي يعني قوى قوية وعظمى، يعني أمريكا وروسيا عظمى، وأمريكا وإيران وتركيا على صعيد المنطقة أيضا يمكن تسميتهم بعظمى محليين. ليس فقط الذنب ذنبهم، يعني هناك من ساعدهم من الداخل ممن يسمون أنفسهم بالمعارضات، وسهلوا لهم الطريق وجاءوا ليبيعوهم الثورة. هناك من كان يقود الثورة وفي لحظة ما بدأوا يبيعونها. يعني التركيز على النصف الفارغ حق، ولكن يجب أن لا ننسى النصف الملآن، والذي يتعلق بالنقد الذاتي. والنقد الذاتي أقصد أن القوى التي حركت هذه الثورة أو التي قادتها نحو المجهول، يعني أي من الطرفين يتحمل بما فيه الكفاية المسؤولية.
نعم الدول العظمى لها مبدأ ثابت، وهذا المبدأ ينحصر في مصالحهم. أمريكا جاءت إلى الشرق الأوسط وإلى سوريا من أجل مصالحها، وكذلك روسيا. إيران وتركيا هذا موضوع آخر، يعني ليس فقط المصالح، ما يتعلق بالجانب الكردي لها مهمة أخرى أيضا، يعني حتى تتضرر مصالحها كمان، تظل متمسكة بإلغاء الجانب الكردي من أي معادلة حتى ولو في جنوب أفريقيا. فيعني الجانب الذي يجب أن نركز عليه كثيرا، يجب أن لا نلقي بكل القضايا على العامل الخارجي فقط، رغم أهميته، رغم خطورته، رغم تدخله، رغم يعني إصراره على خطف الثورة. ولكن من سهل لهؤلاء أن يخطفوا ثورة الشعب السوري الذي خرج إلى الشارع بصدور عارية وقدم تضحيات يعني هائلة جدا. هذا الجانب في ذكرى السنوية العاشرة لما تسمى بالثورة السورية، في هذه الذكرى لابد من الوقوف على اتجاهات ومسارات هذه الثورة. يعني الثورة بدأت بالمرحلة الأولى، ركزت على إسقاط النظام ومؤسساته ورموزه وإلى آخره، هيك كان شعار المعارضة، وهذا الشعار استقطب 145 دولة بما فيهم روسيا وأمريكا، وكل الشعب السوري تقريبا وقف إلى جانبه، ودول المنطقة أيضا وقفت إلى جانب هذا الاتجاه. المشكلة وفعلا أضعفوا النظام، والمشكلة التالية أنه المعارضة لم تتكون، والخاصة العربية لم تتبلور ولم تتكون إلا خارج البلاد وفي دولة جارة. طبعا المعارضة لما تتشكل هناك ستكون رهينة لمؤثراتها وراضخة لشعاراتها ومطالبها، وهي تركيا. تركيا حدودها مع سوريا 800 كيلومتر، وعن طريق المعارضة بدأت تركيا، يعني أنا بصراحة أقول أول الدول التي خطفت الثورة من الشعب السوري هي تركيا. بدأت من تركيا ومن ثم تم تداولها بين الدول الأخرى. يعني هذه النقطة، أنه المعارضة أصلا لم تتشكل مثل ما تفضل الأخ غسان، لم تكن موجودة المعارضة العربية بشكلها المطلوب، لم تكن موجودة أثناء اندلاع الثورة، وتشكلت فيما بعد وتم تشكيلها من قبل جهات لها مصالح في سوريا، وشيئا فشيئا سيطرت على هذه المعارضة وإلى أن وصلنا حتى هذه اللحظة. علي سؤالي كيف قيمت الحركة الكردية الثورة قيمتها ودخلت بالثورة؟ هناك من أيد الثورة وهناك من بقي محايدا كما سموها، وهناك من وقف مع النظام. كأخي سليمان، يعني الشعب السوري وخاصة الحركة الكردية أستاذ علي، خاصة الحركة الكردية كانت معروفة هي والإخوان المسلمين أكثر تنظيما كانت. الشعب السوري بكافة مكوناته وخاصة الشعب الكردي يعني صفق للثورة، وكان منذ اللحظة الأولى منخرط فيها حتى لو لم يخرج للشارع. يعني مو الثورة لم تبدأ إلا من الشارع، يعني ممكن الشعب الكردي كان الشعب الكردي يخوض معارضة ضد النظام، معارضة سلمية سرية، يعني مو منذ الربيع العربي، منذ 2004، منذ تأسيسه، لأنه النظام منذ الحزام العربي بالضبط. نظام يعني النظام البعث لما استلم السلطة عام 1963 وانت جاي، دفع هو النظام بممارساته
وبمشاريعه العنصرية وبسياساته الشوفينية دفع الشعب الكردي غصبا عنه إلى المعارضة، وظل معارض إلى اليوم. يعني أنا يؤلمني أن أذكر ما قاله السيد المالح. مالح مرة حكى، يعني هو أستاذ عبد الحميد الله يرحمه بالقاهرة تناقشوا، قال يا أستاذ عبد الحميد أنتم ما لكم معارضة. قال شلون ما لنا معارضة؟ نحن كنا معارضة قبل ما أنت تخرج من صفوف البعث. فقال لا، أنتم ما قدمتوا شهداء. يعني مع الأسف كان هناك من يقيس المعارض بحجم الدم الذي يقدم، مع أنه على صعيد التاريخي أنه الثورات الناجحة هي التي تقدم أقل الدماء. يعني الثورات البيضاء هي أنجح الثورات، يعني مو المعيار مو الدم. فنحن كحركة كردية هذا اتهام باطل مردود أيضا على أولئك الذين يقولون الحركة الكردية لم تشارك وشاركت بتردد وفيما بعد إلى آخره. هذا كلام غير معقول وغير منطقي. الصح أنه الشعب الكردي كان يخوض معارضة ضد النظام، أي نظام، منذ 63 لحتى الآن، لأنه يعني ما كان منتظر الربيع العربي، لأنه الأنظمة المتتالية دفعته كما ذكرت سابقا بممارساتها، دفعته رغما عنه لجبهة المعارضة. يعني حتى الذي كان يصير بعثي كان عليه خط أحمر، لا يستلم المناصب وإلى آخره، لأنه مجرد كونه كردي. يعني هاي قضايا معروفة ولا أريد أعيدها وأذكرها هنا. ولكن من يقول بأن الحركة الكردية تأخرت في الانضمام إلى الثورة هذا شيء غير دقيق. وحبذا، أنا هلا الآن أقولها، يعني حبذا لو استمرت الحركة الكردية في بداياتها كما بدأت منذ بداية الثورة ولمدة 3 أشهر 4 أشهر. يعني كان قرارها حين ذاك بمجموع الأحزاب الكردية، لم يتشكل حين ذاك المجلس الكردي. كانت الحركة الكردية تقول سوف نتعامل مع الأحداث بقدر ما تتطور هذه الأحداث في مصلحة الشعب الكردي والشعب السوري أو ضدها. يعني كنا مثلا نحن لو تأخرنا أكثر ربما كانت المنطقة الشرقية كلها، بغض النظر مو بس العربي الكردي، العرب كمان كانوا في أمان ربما. بس موضوع المعارضة، نحن معارضين منذ ما قبل الثورة ومنذ ما قبل الربيع العربي ومنذ ما قبل 2004. أما خروجنا للشارع، الخروج لم يكن بدفعة واحدة. يعني النظام هو الذي دفع هذه المعارضات نحو التسليح ونحو استخدام السلاح ونحو الاقتتال وورطتهم. يعني بداية التوريط، بداية اختطاف الثورة بدأت من توريط المتظاهرين في العمليات العسكرية. طبعا النظام هو المسؤول عن هذا الموضوع، ولكن يعني نحن كحركة كردية كنا ندرك هذا الموضوع، وتجربتنا عام 2004 كانت واضحة. يعني أنه الكرد يصبحوا وقودا والآخرون يتفرجوا، هذا كمان ظلم كان. فالموضوع المعارضة، الحركة الكردية بمجموع فصائلها كانت شريكة في المعارضة وكانت سباقة في أن تكون معارضة للأنظمة. أما المشاركة في المظاهرات وهذا موضوع آخر. يعني ضغوطات النظام هي التي حددت خريطة الخروج إلى الشارع وعدم الخروج. أول مظاهرة طلعت بدرعا، ليش مو بالدير الزور؟ لأنه النظام بلش من هنيك، بلش يفجر الاحتقان. فالاحتقان بلش لأنه أصلا النظام متأخرا وصل للمناطق الشرقية وبلش يفجر نقاط الاحتقان الموجودة عند الناس. يعني الموضوع الأساس هو أنه نحمل الجهات الخارجية ما حصل. أنا أعتقد ظلم، هذا ملخص ما أريد أقوله. 2، الحركة الكردية يعني ربما كغيرها من مكونات الشعب السوري ارتكبت أخطاء أو انتهجت سياسات هنا وهناك خاطئة، ولكن بمجملها كانت جزءا أساسيا من الثورة. الذي غير مسار الثورة هي المعارضة التي تشكلت في اسطنبول تحديدا، هي التي غيرت مسار الأحداث
على الكرد وعلى الآخرين. سنعود إلى ذلك أستاذ علي سنعود إليك بعد أن نسأل الأستاذ غسان. يعني طبعا أنت سمعت منذ فترة قريبة جدا أسيرين سوريين لدى إسرائيل، أسير وأسيرة رفضا العودة إلى سوريا، يعني فضلوا سجون العدو الإسرائيلي الذي طنننا أو أذننا منذ الطفولة إلى هذا اليوم، العدو والشرس والهمجي. طلع المواطن السوري يفضل سجن العدو على جنة الوطن. الوطن مقسم ما بين النظام والمعارضة، حتى هذول رفضوا العودة إلى مناطق المعارضة كمان. يعني هذه رسالة مؤلمة. ما سئلوا هن إذا بيرجعوا مناطق المعارضة ولا لا، ما سئلوا تماما. بس السؤال يعني أنه قالوا كل سوريا، هي نقطة. يعني طبعا هل لك أيضا تعليق على أو تعقيب على كلام الأستاذ علي؟ تفضل. لا أنا ما عندي تعقيب كثير يعني، بس أنا موضوع العامل الداخلي أنا بعتقد إنه حكيت عن الموضوع، إنه المعارضة تتحمل مسؤولية يعني بشقها العربي والكردي. ما أنا ما يعني ما عم بقول إنه ما عم بحمل فقط العامل الخارجي، بس أنا لما بدي أحكي عن المعارضة بدي أحطها ضمن ميزان قوى، ضمن لوحة القوى الفاعلة بسوريا. يعني ما بصير أنا والله يعني حتى تركيا، يعني مثلا خلينا نحكي هيك ببساطة أحمدي، يعني من يمنع أردوغان من الوصول إلى دمشق؟ هل أردوغان لا يتمنى أن يصل إلى دمشق؟ لا يتمنى، مو بس أردوغان، وطهران وأمريكا وكله، بس كل دولة لها حساباتها وإلى موازين قوة متحكمة فيها. يعني على فرض إنه الأمريكان أعطوا ضوء أخضر لأردوغان وبالتنسيق مع روسيا مثلا، ما كان وصل لحلب؟ كان وصل يعني ما فينا نحن نتعامل لما بتاخذ دول كبرى سواء على الصعيد العالمي او على الصعيد الاقليمي، لما بتاخذ قرارات بشأن دولة محددة، ما فينا نيجي نقول انه والله امريكا لو ما مثلا وجدت عملاء لها، او تركيا لو ما وجدت عملاء لها، او روسيا لو ما وجدت عملاء لها، او ايران لو ما وجدت عملاء لها، يعني هذا حكي انا بعتقد نوع من اليوتوبيا ما موجود بالتاريخ. يعني بمعنى يعني مثال، يعني بكل حروب العالم في دول تجتاح دولة بدون مقاومة، كما حدث بفرنسا، اجتاحتها ألمانيا بدون مقاومة، بس هولندا قاومت مثلا. هلا هون الموضوع بيختلف، مو معنى ذلك انه الشعب الفرنسي سيء والشعب الهولندي جيد، بس هيك في عوامل اخرى، يعني في قرب. استاذ غسان، في سؤال جدا مهم من استاذ مصدق عاشور يسالك: هذه ثوره ام حراك من الخارج رفيق غسان؟ استاذ مصدق عاشور كل التحيه له، تعرفه يعني هو شخصيه طبعا صديقه كل التحيه له. لا هي ثوره، لانه الثوره بتمتاز بشغله كثير بسيطه، هي المفاجاه، وانا وضحت هاي النقطه بالبدايه. يعني لما بتقول حراك او هذا بيكون في شيء منظم، يعني في جانب منظم بمعنى في قياده سياسيه، في هون الموضوع لا ما كان هيك. يعني اللي طلعوا انا بسميهم اولاد بلد، سواء اللي طلعوا بالقامشلي وفي منهم يعني شباب وانا بعرفهم معرفه شخصيا، اللي طلعوا بالمظاهرات الاولى او في درعا او في دمشق او في حمص او كذا، يعني هدول انا بسميهم اولاد بلد، يعني عباره عن شباب خلص بالنسبه لهم طفح الكيل، وما طلعوا لاسباب اقتصاديه بشكل عام، طلعوا من اجل الحريه والكرامه. هاي كان الشعار الاساسي وان كان في خلفيه اقتصاديه للموضوع، بس هي ثوره. هيك الثورات تطلع. اما لما يعني عندنا نحن مخطط مسبق انه الثوره يعني اذا ما كانت قياده حزب ما بتكون ثوره. لا، هذا موضوع بيتعلق بشغل بعاملين. يعني موضوع الثوره بيتعلق بعاملين، العامل الاول هو طبيعه النظام، والعامل الثاني كيف خرج الحراك، يعني كيف الناس طلعت بالشارع. هل طلعت بتدبير من المعارضه؟ لا،
ولا طلعت هيك عفويا؟ طلعت عفويا ردة فعل على حدث محدد وفي جو محدد، لانه في ربيع عربي، في ثوره بتونس، في ثوره بمصر، في بليبيا، فهذا كمان لعب دور عند الناس. لهيك مثلا اطفال درعا لما بشباط كتبوا اجاك الدور يا دكتور، منين اخذوا الشعار؟ اخذوه من الثورات اللي قبله. اذا الثوره هي بنت حالها، ليست بنت ما سبق، بمعنى ما سبق من ايديولوجيات وتصنيفات للسياسه وللمعارضه، لا، هي بنت حالها، هي بنت الحدث نفسه. يعني مثال اخر، التظاهره اللي طلعت بالحريقه كان ممكن هي تشعل الثوره كلها لو ما انه حسن النظام يستوعبها، وقسم من تجار الحريقه يعني او بعض الناشطين حولوها الى ترديد شعار تعظيم ببشار الاسد. كانت ممكن تكون بدايه الشراره، يعني بدايه الانتفاضه او بدايه الثوره الحقيقيه. وبالتالي يعني اللعب يعني او عدم المؤاخذه، يعني محاوله الدخول بهي المصطلحات انه انتفاضه او حراك او ثوره، يعني بعتقد ما لها فائده، لانه نحن بنكون عم نستند على مسبقات قديمه. يعني تصورنا عن الثوره البلشفيه، تصورنا عن الثوره الصينيه، تصورنا، وهي كلها ثورات ايضا، بس هاي الثوره هيك يعني اللي قاموا فيها اولاد بلد بالمعارضه. هل نستطيع مثلا، وانت كان لك علاقه او مع عبد الحليم خدام النائب الرئيس السوري والمنشق يعني واللي اسس جبهه الخلاص الوطني مع الاخوان المسلمين ومع استاذ صلاح بدر الدين، هل كانت كمان ذلك ثوره ام كان ربيع دمشق واعلان دمشق ثوره كمان؟ اذا كانوا هؤلاء ثوره فلماذا فشلوا في هذه الثوره؟ يعني الثورات تحتاج الى ثوره. مين حكى انه اعلان دمشق ثوره او جبهه خلاص ثوره؟ مين جاب سيره؟ انا ما حكيت عن جبهه خلاص ولا حكيت عن اعلان دمشق. انا بالعكس عم بقول انه المعارضه كلها ما كان لها علاقه بالثوره. لا يعني هذول كانوا يعني قادتهم شخصيات كلها يعني ذات تاريخ نضالي، ولكن يا اخي يا استاذ سليمان، في فرق بين معارضه سياسيه قدمت وضحت طول تاريخها، خاصه بحكم الاسد، قدمت عشرات الاف المعتقلين والاف الشهداء تحت التعذيب وغيره. عرفت شلون؟ هي المعارضه مو هي اللي قامت بالثوره. الثوره فعل قاموا فيه ناس، بس الثوره الشعب بده من يقوده، الثوره بدها قياده، فقياده نحن نفتقد القياده. يا اخي موضوع ثاني، ما نحن هلا ما عم نناقش القياده، نحن عم نناقش لحظه الانطلاق. يعني انت سالتني سؤال، معلش انت سالتني سؤال موجه من الصديق مصدق، تمام، انه هي ثوره ولا انتفاضه. انا عم بحكي على نقطه محدده اللي هي لحظه انطلاق الثوره. كل متظاهر نزل على الشارع كان نازل وبيعتبر حاله مشروع شهيد، سواء بالقامشلي كما عددت سابقا. فبالتالي هذا الموضوع ما المعارضه هي اللي قادته، الناس طلعت هيك لحالها. يعني مثل ما بيقولوا يعني اولاد بلد، انا سميتهم اولاد بلد. عرفت علي شلون؟ ولكن من تسلقها؟ هناك من تسلق. هذا موضوع ثاني، هذا موضوع حقل ثاني للنقاش، موضوع المعارضه حقل ثاني للنقاش. انا عم بحكي عن لحظه الثوره الاولى. هي ثوره وفاجأت الكل، هذه المفاجأة هي الثورة، وهي انتجت على هذه الشاكلة. بس 3-4 شهور فقط، 3-4 شهور استاذي، يعني 3-4 شهور ما أنا مشكلة، ما دام كان في تظاهرات سلمية فهي ثورة. ما دام في ناس عم تطلع تظاهرات سلمية بمواجهة الرصاص والدبابات والقناصة حزب الله وقناصة إيران فهي ثورة. إن شاء الله سنة ولا سنتين ولا 3 ولا شهر ولا شهرين ولا 3. الثورة هي التظاهرات اللي كانت عم تطلع على الأرض. هذا واحد. وبالتالي بقيت التظاهرات أكثر من سنة، حتى أحط المدن كلها بشار الأسد معه إيران والميليشيات الإيرانية وحزب الله. فيعني هي ثورة وهيك اجت.
انت بتتعامل معه وما بتتعامل معه، تصطفل، هذا شأنه. بس الثوره هي لحظه مفاجاه غير محسوبه قبلها وغير محسوبه بعدها. هذا بس اللي بدي اقوله. اما الثورات القديمه هيك اجت كمان، الصينيه ولا الفيتناميه ولا الروسيه، ولا في الثوره الفرنسيه فشلت اول شيء، تمت 100 سنه لحتى حققت شعاراتها، بس هي ثوره يعني، بغض النظر كيف صارت مآلاتها لاحقا، شو القوى اللي دخلت على اللعبه لاحقا. هلا سنسألك عن أسباب تحول الثورة إلى أزمة إلى كارثة بعد أن نعود إلى الأستاذ علي. أستاذ غسان بيقول كانت ثورة، ووجود الحركة الكردية في عام وولادتها في عام 57 كانت ثورة بحد ذاتها في الوسط الكردي السوري يعني، وبشعار ومع مرور الوقت القصير تحول الحزب الواحد إلى حزبين، يسار يمين ثم بعدين أحزاب إلى هذا اليوم. لماذا لم تحافظ الحركة الكردية على ثورويتها؟ بدأت كثورة من حيث الشعار والأهداف يعني. الحركة الكردية السورية يعني قدمت كثير من الضحايا، تضحيات الجسام في سوريا وفي وقدمت الأجزاء الأخرى من كردستان، ولكن فشلت في التعامل مع الثورة. أستاذ غسان ذكر أنه بداية كانت ثورة، ولكن الثورة تحولت بفعل سواء عامل خارجي أو فشل المعارضات مثلا. هل بالحركة الكردية حصلت هناك فشل حتى أصبح الوضع الكردي الآن الائتلاف السوري الإطار الأكثر شرعية يقول أنه لا استغناء عن اسم الجمهورية العربية السورية والكرد مواطنون وحقوقهم وفق الشريعة الإسلامية وإلى ما هنالك من نعوت وكثيرة لنا يعني؟ والله يعني ليست هناك تباينات كثيرة بين موقفي وموقف الأستاذ غسان. يعني يبدو أننا اثنيناتنا نتحدث من جبهة واحدة. بالتأكيد طبعا. هذا أولا. ثانيا ولكن نتمنى أن تتحول تلك الجبهة لإنجاح الثورة في سوريا، لإنجاح الثورة إلى ثورتها. لا والله إنجاح الثورة طلبك جاء بعد فوات الأوان، ولكن لو نقدر أنا وأستاذ غسان أو أمثالنا الكثيرين أن نتوصل إلى نسج خطاب وطني يضمن حقوق الشعب الكردي دستوريا. أستاذ غسان عفوا، أستاذ غسان برنامج الدخان عندنا لا مشان نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي تلاميذ عبد الحميد درويش لم نتربى على الشعارات البراقة. الشعارات البراقة جميلة جدا وسهلة التداول وسهلة التبني كمان. انت قلت هلا قبل شوي كمان استاذ علي، قلت شعار. هي استاذ صبري رسول ذكر انك انت ما جاي على استاذ صبري رسول. نحن اثناء الاحداث كنا نقول احداث القامشلي، وخذنا جدالات عقيمه مع الاسف، لانه نحن في الحركه الكرديه خاصه، ويبدو انه الحركه العربيه بعد ان تاسست ايضا كذلك، يعني نحن جاهزون نمضي ونقضي السنوات في نقاش البيضة من الدجاجة أو الدجاجة من البيضة. فيعني موضوع الأحداث الذي جرى في ملعب القامشلي، يعني أستاذ صبري رسول أحترمه وأحترم سؤاله أيضا. نعم، أنا بمناسبة ذكرى أحداث القامشلي كتبت مقال وشاركت في ملف ولاطيمة حول الموضوع. أول كلمة أنا كتبتها الأحداث فعلا الذي بدأ من ملعب القامشلي
يعني لم تكن منظمه ولم تكن مهيئه. كان حدثا ولكن تحولت لانتفاضه، تحولت الاحداث. كما انت قلت. اما فيما بعد نحن نسميها باحداث القامشلي، يعني الذي بدأ بالقامشلي، وما بعد ذلك تم تنظيمه ودخلت الحركه الكرديه على الخط ودخلت جهات اخرى الى اخره. صارت مواجهات، صارت العالم تطلع على الشوارع ببرنامج. فهذا موضوع اخر. نحن في الحزب الديمقراطي التقدمي نقول في بدايه الذي جرى في ملعب القامشلي في اليوم الاول وحتى يوم تشييع الجنازات، ما جرى في القامشلي ابدا نحن نقول احداث ليس كرها بالانتفاضه، وانما نسمي الاشياء بمسمياتها. اما ما بعد ذلك يمكن تسميتها انتفاضه لانه تحولت الى انتفاضه او انتفض الشعب او الى اخره. هذا تسميات جاءت فيما بعد، مثل ما تفضل هلا الاستاذ غسان قال بدأ الناس بالخروج الى الشارع، كان سموا هذا الخروج ثوره. اما الان نفس الذين خرجوا الى الشارع وسموه بالثوره، سموا هذا الخروج بالثوره، الان يسموها بالازمه او بالكارثه او باي شيء اخر. يعني لا يوجد هناك شيء ثابت. ما جرى في ملعب القامشلي هو احداث. ما بعد ذلك انتفض الشعب الكردي في كل الكره الارضيه وتضامن معه اصدقائه ايضا والى اخره، يعني يدخل في اطار الانتفاض ضد الظلم والاضطهاد، ضد السياسات الجاريه الى اخره. اما ما جرى في الملعب لم تكن انتفاضه. المهم هذا استاذ غسان مفلح عامل ثوره بالاعلام، عامل ثوره بالاعلام بالتدخين والشاي، وهي بحد ذاتها ثوره في المقابلات الصحفيه. بس هذا الاستاذ صبري رسول سائل ومن حقه يسال، وانا مسؤول عن مقال الذي كتبته وكتبناه سابقا وسنكتبه في المستقبل ايضا. ليس جكاره، ليس تحدي، ليس عنادا، وانما تسميه الحدث، تسميه ما وقع في ملعب القامشلي باسمه. اما ما حدث وما استتبع فيما بعد هذا موضوع اخر. استاذ علي، موضوع اساسي الموضوع الاخر موضوع تشتت الحركه الكرديه في تعاملها مع ولك كتاب قيم ازمه الانشقاقات، كتاب جيد جدا يعني عن ازمه الانشقاقات. مع الاسف المرضى الكثيرون يعلمون الطبيب مهنه الجراحه ومهنه الطب. مع الاسف الانشقاقات الكثيره التي حصلت لدينا هي التي علمتنا ان نكتب عنها، لولاها لما كتبنا. يا ريت انه ما حصل الانشقاقات وما كتبنا هالكتاب. نعم، عندي كتاب باسم الحركه الكرديه في سوريا وظاهره الانشقاقات، وتناولت هذا الموضوع بدقه. الموضوع يعني الحركه الكرديه بدايه الازمه او الثوره التي بدات في سوريا او التظاهرات التي حصلت في سوريا، يعني الحركه الكرديه بدات موحده الى حد ما، لنكن منصفين. يعني اجتمعت مباشره تحت مسمى مجموعه الاحزاب الكرديه، واستطاعت هذه الاحزاب ان تنظم شؤونها. ولكن فيما بعد توزعت وتشتتت على الجبهات التي ولدت في الميدان. يعني إذا تعود إلى تلك الأيام ترى أن هناك ثنائيات النظام، وتم تأسيس ما يقابله المعارضة. إيران وجدت تركيا مقابل إيران، جاءت روسيا وجدت أمريكا، وهكذا ثنائيات. مع الأسف الحركة الكردية يعني علتها ليست في عددها، علتها أنه انقسمت على هذه الجبهات. يعني انقسم، هي أكثر من 20-50 حزب، ولكن تبلوروا ضمن إطار الجبهة المجلس الوطني الكردي. المشكلة أنه لما تشكلت جبهة النظام والمعارضة، جبهة روسيا وأمريكا، وبالتالي جبهة تركيا وإيران،
المشكلة الأساسية أنه الحركة الكردية انقسمت على هذه الثنائيات. يعني لو الحركة الكردية انتقلت إلى جبهة مع بعضها موحدا، أينما ذهبت بشكل موحد ربما كان لها ثقلها، ربما فرضت شعاراتها، ربما حققت بعض المكاسب، وربما دفعت، يعني شكلت نواة أساسية لدفع الحراك العربي أيضا باتجاه سليم. نحن ليس فقط لم نؤثر على الحراك العربي، مع الأسف أصبحنا ضحايا الانقسامات الموجودة في الجبهة العربية، في الصف العربي، في الحركة العربية السياسية. يعني والشعب الكردي ضحية انشقاقاتكم ونزاعاتكم الحزبية الضيقة التي لا يعني قزمت المصالح القومية. يعني أنا لا أتحمل حاليا وزر الانشقاقات كلها. ربما يكون حزبنا هو أقل الأحزاب التي لم أقصد شخصك الكريم ولا حزبك، أقصد كل الحركة. ولكن من واجبي أن أدافع عن الحركة الكردية بمجملها في هذه النقطة. يعني الحركة الكردية استطاعت على الأقل. من واجبك كحزبي ولا من واجبك ككاتب ومثقف؟ أستاذ علي، نعرفك حزبي وكاتب مثقف. الكاتب غير حزبي، أنت كاتب ونشيط ولك تاريخ نفتخر فيه، ولكن واجبك هنا أن تفعل المصلحة القومية العليا على المصلحة الحزبية الضيقة المريضة. أستاذ علي، أعرف أستاذ سليمان، أعرف، ولكن إذا هذه الانشقاقات تصبح شماعة لدى الآخرين الذين يبررون ظلمهم واضطهادهم للشعب الكردي وامتناعهم عن منحهم حقوقهم وامتناعهم عن قبول مطالبهم وامتناعهم عن تثبيت حقوقهم في الوثائق التي تصدر عن الاجتماعات والكونفرنسات والمؤتمرات بذريعة أنه الأكراد غير موحدين. أنا أتحدث عن هذا الموضوع. إذا تصبح الانشقاقات شماعة لدى الآخرين أنا أرفض هالموضوع بالذات، أما لا أدافع عن الانشقاقات. هذه الانشقاقات أنا حاكي عنه مثل ما تفضل في كتاب، وهذا موضوع آخر. أما أن يأتي النظام مثلا، مشان ما نتهم حدا، النظام لما يقول أنه لو تتوحد الحركة الكردية حين ذاك ربما أجلس معها وأعطي. سنعود إلى هذه النقطة أستاذ علي، سنعود إلى نقطة توحيد الحركة الكردية بعد أن نسأل الأستاذ غسان المفلح. أستاذ غسان، لسان حال غالبية السوريين يقولون لو نضطر نختار ما بين المجرم والإرهابي، المجرم الذي ولد الإرهابي، المجرم بشار الأسد الذي فرخ الإرهابي من المعارضات الأطر أقصد، يعني وليس في هناك شخصيات معارضة محترمة كثيرا نكون لها كل احترام، ولكن سنضطر ننتخب المجرم أفضل ما ننتخب الإرهابي. يعني وصل الحال بعد مو صحيح هذا الحكي. بعد 11 سنة أستاذ غسان، بعد 11 سنة نرى يعني الواحد يرفض الآخر، ليس عربي وكردي، وإنما هناك مثلا بتشوف كل شوف أستاذي الصراع اللي داخل بين الأثاسي وأنس العبدي وكل واحد، والارتزاق اللي أخذينه وكل واحد كذا مليون دولار، وكل يعني هي بيناتهم بنفس الوقت إطار هيئة التنسيق، وهذه كلها ماذا يولد لدى الشعب؟ يولد لدى الشعب أنه لم يتغير ما كان يرجى من هؤلاء المعارضين. كأنه نسخة طبق الأصل من السيستم بشار وابن خالي. يعني ماشي يعني أنا بدي أحكي بشغلات بسيطة. يعني مين مانع أهالي الجزيرة يرجعوا لحضن النظام؟ مين مانع 5 مليون موجودين بريف إدلب وريف حلب يرجعوا لحضن النظام؟ يعني مين اللي عم بيخلي لهلا؟ يعني السنه الماضيه كم تظاهره عرفت السويداء؟ خلينا نكون واقعيين. في وايدة اذا صدت اداره ذاتيه بلكي مانعينهم هونيك جبهه النصره وتركيا. انا ما سمعت انه الاداره الذاتيه منعت حدا يرجع لعند النظام. انا ما سمعت.
يعني انا عم تابع كل التفاصيل. لا انا عم قول ربما انا يعني عم بحكي مثلا يا اخي سكان الدير، يعني ما عم بعرف سكان القامشلي من عرب واكراد واشوريين اللي مع النظام عم بيعلن انه انا مع النظام. يعني في قسم من القوى الموجوده بالقامشلي بتقول انا مع النظام علنا، ما خايفه. يعني مزبوط ولا لا؟ مين يعني شو اسمه الأربعة ملايين هذيك من شهرين روسيا طلبت من تركيا فتح معبر اذا الناس مشان ترجع على المناطق اللي احتلتها روسيا والنظام مثل سراقب وغيرها وريف حما الشمالي. بربك الله يخليك استاذ غسان، هل تستطيع ان يعني تميز ما المقارنه يعني بين بشار ونصر المدعو نصر الحريري اللي هو الان؟ استاذ سليمان معلش لا بدي اقاطعك، اسمح لي استاذ سليمان بترجاك. يعني هي المره الثالثه بنكون بنقطه بتنقلني على نقطه ثانيه. لا انا ما جبت سيره نصر الحريري. ما خليتني اكمل سؤال. لا خليتك يا استاذ يا معلش اسمح لي يا استاذ. هذا في عفرين في ادلب في كل شيء في كل مكان في عفرين. شو بيختلف عن الارهاب اللي عم بيرتكبه الفصائل المرتزقه التابعه لتركيا في عفرين في ادلب، وليس المنطقه الكرديه فقط، في ادلب في الابيض، في شو بيختلف عن ممارسات المخابرات السوريه؟ يعني كان هلا يعني انا يا استاذ سليمان، ما انت سالتني سؤال واضح، انت حكيت عن نقطه جوهريه انه هلا المواطن السوري اذا بينسال بيقول لك انا بدي بشار. هاي النقطه الجوهريه اللي انت حكيتها. قلب بينجبر في فرق بين بينسال وبين بينجبر. لا قلت بينتخب حتى، يعني بده ينتخب بشار. قلب بينجبر بينتخب بشار. ماشي اوكي يعني معلش، يعني انا في مواضيع لحالها بتحتاج جلسه لحالها. يعني في نقطه انت طرحتها وانا جاوبت عليها. انا عم بقول انه ما حدا بيجبر حدا بالمناطق هي، لا بإدلب ولا بريف حلب ولا بالجزيره، انه يرجع او يبقى غصب عنه بالمنطقه. الناس بدها ترجع لحضن النظام، ما حدا عم يوقفها. في ناس عم ترجع. لبنان قديش عم يتعرضوا اللاجئين السوريين لضغوطات. امبارح تقرير منظمه العفو الدوليه، تقرير صادم عن وساخه اجهزه الامن التابعه لحزب الله والميليشيات الثانيه. طيب الناس ليش ما عم ترجع؟ وعايشه بأسوأ ظروف لجوء بتاريخ العالم. الظرف اللاجئ بلبنان من أسوأ الدول بتاريخ العالم استقبلت لاجئ. أنا قصدي من السؤال قلت لك بالبداية أنه المجرم والإرهابي صرنا نتوه بين التمييز بينهما. مو كل معارض للأسد إرهابي. يعني هاي المعادلة هاي الثنائية أنا ما بعرف كيف يعني كيف جبهة النصر يعني جيش هلا الجيش الوطني اللي تابع للائتلاف هذول شو يعني مرتزقة هذول شو؟ اسمعني شوي. كل كيان بنناقشه لحاله. يعني ما بصير مشايله، القصه مو مشايله. كل كيان بنناقشه لحاله. استاذ غسان دائما وقت نقول انه قال استاذ غسان انسان محترم فمعاته 51% من صفاته محترم، وانا عارفك انت مبدع ومناضل. ما هيك 51% من صفاتك هيك، فغالبيه المعارضات هيك. ما نفس يعني مش انا بسيكولوجيا السياسه يا استاذ سليمان معلش. يعني انا لما بدي احكي على عفرين بقول الاحتلال التركي بعفرين معلش خليني اكمل. واللي دخلوا على عفرين مثله محتلين ارتكبوا جرائم. خلص انتهينا. يعني ما هيك الحكايه. عرفت علي شلون؟ ما هيك تتناقش الامور. في موقف ازاء حدث محدد انا باخذ منه موقف. انتهينا. بس انه بصير كل شيء كله يعني ارهابي وبشار الاسد ويعني
بصير في هون يعني ندخل بمرحله شرطه، ما عاد حدا بيعرف حدا. عرفت علي شلون؟ الشغله الثانيه، نحن انا حكيت فكره من البدايه وبتمنى انه الناس تناقشها بهدوء. قلت انا انه من احد المشاكل اللي حدثت للثوره السوريه هي نقل الصراع التركي على سوريا بين البي كي كي والحكومه التركيه. صار هذا الصراع داخلي، ما عاد صراع تركي، يعني كردي تركي مع تركي مع حكومه تركيه، صار كمان صراع داخلي بسوريا. فيعني هاي المساله مثلا بتغيب عن اللوحه، وهي بيتحملها طرفين، بتتحملها قياده قنديل وتتحملها قياده الاخوان بشكل اساسي. تماما. عم بحكي على السوري، عم بحكي على سوريا. تماما انا اوافقك تماما. وبالتالي نحن امام وضع معقد جدا. هذا الوضعيه يعني يا استاذ، في شيء بالسياسه الدوليه يعني ما بيخضع لرغبات وكذا. يعني بعطي مثال كثير بسيط. امريكا تعتبر واوروبا تعتبر حزب العمال الكردستاني في تركيا حزب ارهابي، وبتتعامل معه في سوريا. طيب هل هذه دول تريد يعني تاخذ قرارها بناء على شويه معارضين وقفوا معها، او شويه معارضين وقفوا ضدها، او شويه معارضين مستقلين، او يعني هذا حكي بنقضي فيه وقت على السوشيال ميديا. طيب الى متى استاذ هالحاله استاذ غسان؟ الى متى يعني سنكون انا صريح، يتقاذفها؟ انا تماما انا صريح. انا مقالي الاخير بملف حرمون قلت لا حل في الافق. امريكا ومع الدول التي تتشارك في الملف السوري تريد تزمين الوضع كما هو، سنه سنتين 10 3 ما مهم. ما في بالافق، ما في حل دولي مطروح، واي حدا بيحكي غير هيك من وجهه نظري مو صحيح حسب معلوماتي وحسب رؤيتي للمساله. ما في حل. هذا الوضع يعني وضع لا زال في انا سميته وضع التزمين من عام 2012 لحتى الان. وضع التزمين، تزمين الصراع وصل لدرجه العفونه. ولكن في ليبيا نرى في ليبيا هناك بدأ نقاط لانه امريكا بدها، الاداره الجديده امريكا بدها تحل الوضع الليبي وتحل الوضع اليمني. هذا خيار ما حدا بيناقشه، لانه امريكا ارادت بنحل الخيار الليبي. السوريين لا ليس لديهم شيء بايدهم، لا قرار السياده ولا اي قرار يخص مستقبلهم. ما في. انا هلا بعطيك يعني لوحه سوريا. هلا بشار الاسد مو بيقولوا انتصر النظام؟ طيب بشار الاسد قبل 2011 لم ينتصر، هو انتصر بمقدار حي واحد. اسمح لي. قبل 2011 بشار الاسد مستولي على كل سوريا، من القامشلي لدرعا، ومن درعا لباب الهوى، مستولي عليها كاملا، له كامل السياده عليها. هلا الجزيره ما له سياده عليها. شمال ريف حلب وريف قسم من ريف اللاذقيه وريف ادلب ما له، ومدينه ادلب ما له سيطره عليها. وضعيف بالسويدة وضعيف بدرعا. اضافه الى ذلك المنطقه اللي هو مسيطر عليها واللي مفترض انه هي عم تدبك له بالانتصار، مشاركينه بالسياده ايران وروسيا. هذا بفضل الثوره، هذا نتيجه الثوره. يعني هو حاليا في له شريكين فوق راسه بالصرمايه، ايران وروسيا وحزب الله. حزب الله بالقصير سيد مطلق. والقوى العراقيه والقوى الشيعيه العراقيه
قول هي تابعه لايران، بس حزب الله بالخصير سيد مطلق ما بيسترجي النظام بفوت اذا ما وافق له حزب الله. وينه هذا الانتصار؟ انا ماني فاهمه يعني وينه. فقط مثل ما حكى الاستاذ علي انه صار مليون قتيل و12 مليون مهجر، وجاب تركيا على سوريا وايران على سوريا وروسيا جماعه استانا على سوريا، واعطاهم حصص وسيادات، والامريكان فاتوا غصبا عن الجميع. شغله ثانيه مشان انه العامل الذاتي، يعني كهيك مناقشه للاستاذ علي. يا استاذ علي، اسرائيل ملكه الاجواء السوريه. روسيا لا تجرؤ ان ترد على طائره اسرائيليه، لا تجرؤ ان تقول لاسرائيل ممنوع الدخول في الاجواء السوريه. لماذا؟ لانه القرار امريكي اسرائيلي، مو لانه اسرائيل لها عملاء بسوريا، مو لانه لها معارضه عميله. روسيا العظيمه لا تجرؤ. لا تجرؤ طبعا، لا تجرؤ، وعم تحرجوا. اصلا بوتين لم يدخل سوريا الا بهذه الضمانه، انه لنا الحق في السيطره على الاجواء السوريه باي لحظه، والا لن يدخل جندي روسي الى سوريا. ما الموضوع ما مزحه، يعني مو شغله والله انه اسرائيل تجيب روسيا على سوريا ومتحكمه روسيا بكل الملف، وامريكا توافق على الموضوع والله ويعملوا يعني زفه لبعضهم. ما هيك السياسه. اسرائيل لها شرط حتى على ايران. ليش ايران ما بتسترجي ترد على اسرائيل بسوريا؟ اللي هي حامله شعار المقاومه والممانعه والعلاك الفاضي والزعبره وفيلق القدس وفيلق الزباله وكل هي القصص. يعني ليش ما بتسترجي ترد على الطيران الاسرائيلي؟ الواضح القصه واضحه. هذه الدول دخلت بقرار دولي بالتشارك بالتفاوض بالكذا لوأد الحراك السوري بشقيه العربي والكردي، وما نضحك على بعضنا. هيك الدول بتشتغل. لما اوباما بيطالع قرار يمنع تزويد المعارضه السوريه بصواريخ مضاده للطائرات، ما في دوله بالعالم تسترجي تفوت صاروخ. ما الموضوع ما هيك. بافغانستان العكس. بافغانستان لما امريكا اخذت قرار، الجهاديين حبايب الاعلام الفرنسي بهذيك الايام عيونهم زرق ومناضلين من اجل الحريه، جماعه القاعده بالثمانينات، اعطوهم صواريخ، ولا طالبان اعطوهم صواريخ مضاده للطائرات الامريكان. هلكوا للسوفييت. فبالاخير يا استاذ القصه في ميزان قوى، محكوم بقوى، محكوم بمصالح. المعارضه اداء سيء وكثير، فيها مرتزقه ما هب ودب، وفيها عملاء بدك اكثر من هيك. بس هدول نتيجه. ما كان لو في قرار، لو في على الاقل يعني نيه دوليه، مو باسقاط الاسد يا اخي، بالوصول لتسويه مع الاسد من بالست اشهر الاولى من الثوره. كان انفرض هذا الموضوع. كان امريكا كانت فرضته على الكل، بس ما بدهم، خلص اخذوا قرار بتحويل سوريا الى مقبره. هذا ما سنعود اليه ونسال استاذ علي، تحويل سوريا الى مقبره باراده دوليه ولا حل في الافق، ولا قرار ولا شيء بيد السوريين لتحديد مصيرهم بانفسهم. هل ذلك ينطبق على حال الحركه الكرديه، على الوضع الكردي السوري ايضا؟ استاذ سليمان، الذي يتابع الشأن السوري يجب أن يعرف أنه عام 2011 أول مؤتمر للمعارضة انعقد في القاهرة، حضره الأستاذ عبد الحميد
ممثلا عن المجلس الوطني الكردي في سوريا، وأجرت معه جريدة مصري اليوم. بداية الثورة 2011 معظم السوريين كانوا يقولون أن النظام ساقط، ولكن هو صرح لهذه الجريدة، والجريدة موجودة، قال بأن أمريكا وروسيا سوف يشتغلوا بسوريا، يعملوا في سوريا إلى أن يوصلوا بها إلى على شكل أن تصبح على شكل جثة هامدة. سيعملوا فيها إلى أن تصبح جثة هامدة. بعد ذلك يبدأوا بتقسيمها. هلا نحن وصلنا على التقسيم كمان، يعني حين ذاك شلون يا أخي أنت تقول جثة هامدة والنظام ساقط وما بعرف شو. ما أريد أن أقوله أنه يعني ليس اختراع لما نقول أنه أمريكا وروسيا أصحاب النفوذ في سوريا، ولا ليس هناك أي تطور أو تغيير أو تحول يحدث بدون علمهما. هذا صحيح، مثل ما هلا تحدثت أنه أستاذ عبد الحميد بهذا ب 2011 حكى هيك. المشكلة أنه نحن لا يجب أن نسأل أنفسنا، يعني النتائج ضرورية، يعني مجرد أنه يكون نتيجة هل معارضة نتيجة هل التدخل الخارجي في سوريا، هل المعارضة تشتغل على كيفها مثل ما هي هلا تشتغل؟ لا، باعتقادي يجب التركيز على العامل الخارجي وعلى القوى العظمى. صحيح، هذا نصف من الموضوع. النصف الآخر أنه النتائج حاليا نعاني من النتائج أكثر مما نعاني من الأسباب. فالسؤال برأيي لو نعود إلى عنوان الحلقة ربما كان مسار النقاش أفضل، أنه سوريا بين مطرقة النظام وسندان المعارضة. النظام مفهوم، يعني خلال 60 سنة عمليا أثبت لنا أنه هو بنفسه أثبت بممارساته بأعماله بسياساته بجميع أشكال تصرفاته أنه نظام دكتاتوري وغير منفتح على الشعب وغير جاهز لتلبية مطالب الذين خرجوا إلى الشارع يطالبون بالكرامة والحرية. والدليل أنه فيما بعد نجح في رفضه مع الأسف الشديد. يعني هو عمل على استراتيجية رفض الاستجابة للخارجين إلى الشارع، وبسهولة استطاع أن يحول الظهور السلمي في الشارع إلى ظهور إلى جبهة عسكرية، ودخل أدخل المظاهرات والحراك الجماهيري السوري في نفق الاقتتال الداخلي. بهذه المعادلة كان هو الأقوى. طبعا ظهر النتائج أظهرت هذا الشيء. فهذا من جهة، من هذا ما يتعلق بالنظام حتى اللحظة الراهنة النتائج، يعني جميع النتائج تأتي لصالحه. ربما هو ضعيف، وهو بالفعل ضعيف وبالفعل لا يستطيع أن يقاوم، وربما لو لم تتدخل سوريا لما استمر حتى الآن إلى آخره. هذه قضايا أخرى. في النتيجة ما دام الأستاذ غسان يركز على النتائج، في النتيجة النظام بعد 10 سنوات موجود على الأقل مو أضعف من بداياته، يعني ما أقول أقوى ولكن ليس أضعف من 2011. هذا من ناحية. الناحية الأخرى نحن كشعب سوري كمعارضة بجميع مكوناتها ماذا فعلنا؟ أنا بدي أخذ ترمومتر وحيد وأقيس عليه القضايا الأخرى. ترمومتر الوحيد أنه هذه المعارضة تعرف الوضع، يفترض أنها مطلعة على الوضع السوري وخبيرة بالشأن السوري، ويجب أن تعرف أنه هناك مشكلة أو مسألة أو قضية في سوريا تخص المكون الثاني في البلاد يتجاوز تعداده. ما أحكي رقم معين مشان ما يصير تتحول النقاشات حولها. رقم مهم من مكونات المجتمع السوري، على الأقل يسمى بالمكون الثاني بعد المكون العربي. المعارضة كان
يجب عليها أن تدرك بأن أولى اختبارات فكرها الديمقراطي، أولى اختبارات تحررها من مدرسة البعث وأفكارها، أنه تتعامل بشكل ديمقراطي حضاري مع هذا الملف، مع هذه القضية. أنا بدي أخذ كمعيار ليس تعسبا، كمعيار لنراجع هذه النقطة فقط منذ 2011 حتى اللحظة. كيف تعاملت المعارضة مع الملف الكردي، مع مسألة مكون أكبر ثاني مكون في البلاد؟ يعني ما نسمعه من قادة المعارضة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، ما يطرحونه في الوثائق الصادرة عن اجتماعاتهم ومؤتمراتهم، في تصريحاتهم، في ممارساتهم في عفرين وتل أبيض وغريسبي، في استجلابهم. يعني الشماعة التي استخدمها النظام وكان جزء من هالمعارضة، جزء من النظام سابقا، كانوا يستخدمون شماعة أنهم انفصاليون، أنهم يقتطعون أجزاء من سوريا. حاليا المعارضة غطاء لتنفيذ هذا الشعار. يعني لم يعترفوا بهذا المكون، لم يعني برأيي لو كانوا داخلين في امتحان مدى درجة، يعني قياس درجة ديمقراطيتهم وحضاريتهم وتمدنهم ومستوى نجاحهم في قيادة سوريا المستقبل حول المسألة الكردية، لسقطوا سقطة فظيعة. يعني لم ينجحوا. يعني أنا لا أقول النظام أفضل منهم، ولكن أثبتوا على أرض الواقع في هذه المدن عفرين، في هذه المناطق عفرين وغريسبي وسريكانية، أثبتوا أن النظام خلال 60 سنة لم يفعل كما فعلوا. طبعا النظام سيء، بس أظهروا أنهم أسوأ. النظام كان يحاول يخرج الكرد من سوريا ويعتبرهم مهاجرين، ولكن الذي فعلته المعارضة استخدمت الدول الخارجية لاقتطاع المناطق الكردية وضمها إلى الشيطان. المهم لم يبقى فيه الكرد. يعني برأيي يعني المعارضة أثبتت أنها ليس البديل الأفضل للنظام، وهذا السبب أنا بداية الحلقة قلت سأركز على النصف الملآن. النصف الملآن الذي بين يدينا، وهو أنه نحن في جبهة الشعب، ونحن الذين على الأساس يسجل على اسمنا ممثلي المعارضة وممثلي الشعب وإلى آخره. نحن سقطنا في امتحاننا، في أول امتحان كيفية التعامل مع مكون ثاني أكبر مكون في البلاد. يعني لو نفترض هالمعارضة أمريكا وروسيا رضوا واقتنعوا، وإيران وتركيا كمان اقتنعت، جابوا قيادة هالمعارضة ونصبوهم مكان بشار الأسد. أول ترمومتر نقيس مدى نجاحها، مدى ديمقراطيتها، مدى إيمانها بحقوق الإنسان، مدى تعاملها مع المواثيق الدولية في ملف المسألة الكردية المتعلقة بمكون يتجاوز تعداده 4 ملايين موجودين بشكل طبيعي ديموغرافيا قبل 2011. لو كنت تتحرك تعرف أنه وصلت لمنطقة لا هم أيضا مثلي لا يعرفون يتحدثون العربية بطلاقة، كلهم أكراد. فيعني هذا ليس عيب. فهذا المعيار مع الأسف المعارضة سقطت فيه، وبالفعل شكلت يأس لدى الرأي العام الخارجي قبل الداخلي. ثالثا يعني بالفعل جعل دفع، يعني مثل ما أستاذ غسان يحكي بصراحة وبالفعل صريح، وأثمنه على الصراحة. أنا كمان خلي يسمح لي أكون صريح، أنه هناك بين الشعب الكردي يندم على الخروج مع المكونات الأخرى إلى الشارع. أنا عتبي مو عن النظام لما طلعت على الشارع مثل ما تفضل أستاذ غسان كان مشروع شهيد. أي واحد خرج إلى الشارع كان مشروع شهيد. يعني النظام لا يرحم، هذا فهمناه، النظام لا يرحم. بس أنا كنت جنبا إلى جنب مكونات أخرى يفترض هالمكون يعطيني أمان أنه إذا بقيت حي أو أولادي الذين بقوا من بعد أحياء يعترف بحقوقهم.
يعني هذا عنوان الحلقه، يا ريت لو استاذ سليمان كان مركز على عنوان الحلقه احسن ما نتوه بين انتفاضه ولا ثوره ولا ما بعرف شو. يعني الجو المساله الحقيقيه، النقطه يعني عقب اخيل مثل ما يقولوا، اللي يقتل طموحات الشعب السوري، انه الذين خرجوا الى الشارع وشاركوا معا في اخراج الحقد دفعه واحده في وجه النظام، ندموا انه اللي كان بجنبه في المظاهره حاليا يمارس أسوأ من النظام اللي خرج معه ضده في عفرين، في سريكانيه، في جريسبي. يعني هذا لا يمكن تسويق هذا الوضع، هذه القضيه تحت شعار الحركه الكرديه غير موحده، حين اللزوم الحركه الكرديه تتوحد. خلال 3-4 سنوات توحدت هولير واحد وهولير اثنين وهوب، يعني حين اللزوم ممكن تتوحد الحركه. التوحد مو توحد تنظيمي، توحد في الرؤيه والسياسه والموقف والى اخره. حاليا في جهود. طيب يعني شكرا استاذ علي. على عنوان الحلقه استاذ سليمان، عنوان الحلقه ضيعنا كثير من الوقت. سوريا المستقبل او سوريا الراهن بين مطرقه النظام الذي لا يستدعي كثير النقاش، والمعارضه التي لا زال هناك من يراهن عليها ومخدوع بها. طيب شكرا استاذ علي. استاذ سليمان، طبعا مع الاسف الشديد النت بالظاهر عنده انقطع، فانا اضطريت ادخل بديل عنه بشكل مؤقت كمان، الوقت حكينا عليه. تمام، ان شاء الله يرجع هيك بالسلامه وسريعا ويعفيني من هالمهمه. بدي اسال الاستاذ غسان، طبعا شكرا لوجودكم على قناه بيف تي في، شكرا للمعلقين للمشاهدين واللي عم يكتبوا تعليقاتهم واسئلتهم. فنبلش استاذ غسان بسؤال الدكتور محمود عباس لك. سؤال الاخ علي ومفلح ايضا: هل سيكون هناك اتفاق بين المعارضه والنظام يوما ما؟ وهل سيتم كتابه الدستور؟ يا ريت استاذ مفلح غسان نبلش من عندك. لازم ما بتظن ما هيك؟ سبق وابديت تشاؤمك بالناحيه السوريه انه من هلا ول10 سنوات يمكن ما يكون في شيء. نعم. شو رايك انت؟ انا اظن تظن شو استاذ علي؟ اظن يعني ليست المعارضه لا تقبل الاتفاق مع النظام حتى الان لم يقتنع. تمام. خليني بس احكي لكم شغله. النظام سوف يقبل لو سمحتوا يا شباب. طبعا مثل ما بتعرفوا المندوبه الامم المتحده لملف سوريا هو نرويجي الاصل. حكى من فتره قصيره جدا على التلفزيون النرويجي انه الوضع في سوريا غير مريح، وربما ما يكون في آفاق بالمستقبل القريب تنحل القضية السورية مثل ما بده الشعب السوري، لأنه في تداخلات دولية كثيرة وفي شروط من المعارضة ومن النظام على بعضهم وما عم يصلوا لأي قواسم مشتركة. أنا ممكن مضطر يعني أتابع الحلقة معكم ولو لدقائق معدودة، وإذا ما مشي الحال على الأقل أنت ما تدخل ممكن بس مو أساس 8:30 مو؟ بلا باقي 7 دقائق، فيا ريت هيك نستغل. خلاص كملوا انت خليه يدخن عراق الزلمه. ماشي تماما. استاذ غسان، يعني كلمه اخيره، مستقبل سوريا شو نتوقع؟ يعني شو رح يصير؟ رح يصير تقسيم؟ رح يصير فدراليات مثل ما يتوقع حدا؟ اي سيناريو عندك؟ انا تقديري يعني، وارجو ان اكون مخطئ. تقديري الامر العسكري الواقع الان، امر الواقع العسكري الامني القائم الان، يعني المنطقه اللي فيها العلم الامريكي اللي هي منطقه الاداره الذاتيه، المنطقه اللي فيها العلم التركي اللي هي منطقه الفصائل، ومنطقه النظام، هذول 3 مناطق امنيه باعتقادي واوضاع غير مدستره. هذا الوضع باعتقادي سيستمر سنوات، ويعني بصير على طريقه ما حدث في الجولان.
الجولان موت بالتقادم بالتزمين، يعني خلص راح. ف بالقانون يعني الدولي الجولان عفوا استاذ غسان، يعني بتصورك عفرين راحت لتركيا خلاص؟ انا بتصوري الوضع هذا الامني، نعم هذا الوضع الامني، الا اذا امريكا اتخذت قرار بخلاف ذلك. لكن هذا الوضع الامني الثلاثي هذا وضع انا من وجهه نظري سيستمر سنوات. نعم. انا واتمنى طبعا ان اكون خاطئ. طيب شكرا استاذ غسان. استاذ علي انت شو رايك بالوضع العام في سوريا، مستقبل سوريا والوضع الكردي بشكل خاص، الوضع السوري عموما والوضع الكردي خصوصا، شو تصورك للمستقبل؟ كما تحدثت في البدايه انه يعني ما حصل في سوريا مر بثلاث مراحل. المرحله الاولى كان شعار المرحله هو اسقاط النظام، المرحله الثانيه ظهور داعش وتغيير المعادلات، يعني جبهة النظام كانت موجودة وجبهة المعارضة. في مواجهة داعش اختلطت الجبهات في جبهة واحدة باتجاه داعش، يعني مع الأسف المعارضة والنظام اتجهوا باتجاه واحد منذ 2014. الظاهر استاذ علي كمان صار عنده اشكاليه في البث. نرجع لك استاذ غسان نحكي كلمه اخيره للمشاهدين وننهي الحلقه. يعني انا بشكركم رغم انه عندي شويه ملاحظات. نعم تفضل احكيها، اذا باعتبارنا نحن اصحابين القناه فنقبل النقد. تفضل. يعني التقديم كان بده تعب شوية أكثر من هيك، بده محاولة يعني خليني أقول تفصيل القضايا، يعني الابتعاد عن يعني كرز 20 قضية بسؤال واحد، عرفت شلون؟ وبدها هيك شوية يعني خليني أقول تدقيق أكثر فينا نقول. أيوة رحاب، بس يعني جهد مشكورين، وطبعا بتشكر الجميع وضيفك والمشاركين وإن شاء الله. بس يعني أنا غضيت طرف عن الأستاذ علي، يعني طلع كل الحركة السياسية بسوريا كردية وعربية كلها سيئة ما عدا الحزب التقدمي الديمقراطي. يا سيدي هاي وجهة نظر. نحن وأنا بتشكر طبعا الجميع، وبتشكركم لكم بشكل خاص أستاذ عبد الباقي، وإن شاء الله بنشوفكم مرة ثانية. شكرا لك. كنا بدنا نستودعك وننهي الحلقة هاي. أستاذ سليمان رجع، ما بعرف هو جاهز بده يكمل الحلقة ولا بده ينهيها كمان بدوره. أنا بدي أدخل باك ستيج، بعطي الكلمة لأستاذ سليمان إذا هو جاهز. أنت جاهز أستاذ سليمان؟ نحن كنا حابين نخلص الحلقة، طلع خلاص. أخي أستاذ غسان شكرا جزيلا. وأنا شكرا لكم أستاذ علي شمبين، وشكرا لكل المتابعين أعزائنا المتابعين، وبنعتذر لعدم الرد على أسئلتكم، وإن شاء الله هيك بحلقة قريبة نشوفكم مرة ثانية. وشكرا أستاذ غسان. شكرا.